السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن سيشن الحاسد والمحسود. هقسم الكلام الأول لتعريف ايه هو الحسد والفرق بينه وبين العين، وبعدين ندخل على السايكولوجي بتاع الحاسد، نعرف نفسه عاملة ازاي، بيفكر ازاي، قلبه عامل ازاي، عشان تعرفوا الحسد جاي منين أصلا. تاني حاجة هنروح بقى للمحسود، الشخص اللي اتعمل فيه الحسد، واللي اغلبنا للاسف الشديد عايش الامر ده. هنعرف برضو شخصية المحسود، نفسيته ازاي، استقباله للامر بيتم ازاي، وايه الاليات اللي يعملها عشان ربنا يحميه من الحسد والعين. ايه هو الحسد وايه الفرق بينه وبين العين؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن صاحبها، أو كراهة النعمة، أبقى كاره الحاجة اللي موجودة عند الإنسان اللي قدامي. الإمام الغزالي قال إن الحسد هو حب زوال النعمة عن المنعم عليه، الشخص اللي معاه. يعني مثلا لو واحدة جابت م- يعني سلسلة جديدة، والإنسانة الحاسدة في حياتها عرفت إنه في مثلا حاجة جديدة دخلت حياتها، سواء بقى ذهب، جالها عريس، ربنا كرمها بشقة جديدة، حد جاب عربية جديدة. الشخص الحاسد لو في حياتك، حتى لو ما شافش انت جبت ايه، ولكن مجرد ما المعلومة بتوصل له بيتمنى زوال النعمة. التمني ده جاي منين؟ جاي من عضلة القلب. هقول لكم بقى السايكولوجي بتاعه ازاي، انتوا هتتفاجئوا. طيب ايه الفرق بين الحسد والعين؟ صاحب العين هو حاسد، يعني اللي عينيه وحشة ده شخص أصلا حاسد، ولكن العين لازم الشخص يشوف النعمة بقى. يبقى الفرق ما بين الحاسد أو الحسد والعين، صاحب العين لازم يشوفها. يعني راح زارك مثلا في البيت فشاف البونبونيرة الجديدة اللي انت اشتريتها، راحت معاها الكلية فشافتها وهي لابسة السلسلة اللي هي أول مرة تشوفها. فالعين هي قوة نفسية تؤثر على الأبدان والنفوس، ويقال لصاحبها عائن. الشخص اللي عينيه مقورة ومدورة زي زي ما احنا بنقول كده، ده بيسموه عائن. تمام. ابن القيم قال جملة رهيبة عن الشخص اللي عينيه وحشة. قال هي سهام تخرج من نفس الحاسد. طب احنا بنتكلم على صاحب العين. كل واحد عينه وحشة هو في الأصل حاسد، ولكن مش كل حاسد عينه وحشة. تاني، كل إنسان عينه وحشة يصنف حاسد. ليه؟ لأن هو برضو تمنى زوال النعمة من صاحبها. وفعلا العين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيئا سابق القدر سبقته العين. لو في حاجة هتسبق القدر وتحصل فهي عين الإنسان، اللي هي العين الوحشة يعني. وإذا استغسلتم فاغتسلوا، اللي هي هنقول بقى حل العين بعد كده. شايفين الموضوع قوي ازاي؟ عشان الناس اللي بتقولك لا انتوا مكبرين الموضوع، مفيش حسد ولا حاجة، لا. سورة الفلق فيها آخر آية ومن شر حاسد إذا حسد. ده الفرق بين العين والحاسد. الحسد يشمل كل شيء، يعني يا جماعة الشخص الحسود ده يشمل كل حاجة. يصنف شخص ممكن يحسد حتى لو ما شافش النعمة فيبقى اسمه حاسد، أو شاف النعمة فوقعها فده كده اسمه عائن أو عينه وحش. فهمتوا الفرق؟ طيب، أمال إيه بقى الحقد؟ هو عدم حب الخير للشخص. لما اكون مثلا عارف ان حد هيترقى ترقية، فبقى متضايق ان هتحصل له كده، ده كده انا بحقد عليه. في ناس كتيرة حوالينا ما بتحبش الخير لحد، للأسف.
بيبقى طول الوقت مركز على انه هو بس اللي يكبر وهو اللي يفرح وهو اللي تجيله نعم، ومش عاوز الناس للأسف الشديد تفرح بيها. فخلي بالكوا بقى من الناس اللي حواليكوا. طب فطرة ربنا سبحانه وتعالى اللي فطر الناس عليها جميلة. ربنا جعلنا كلنا ولدنا على الفطرة. جه منين بقى الشخص الحاسد والشخص اللي عينه وحشة والكلام ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. لكن الفطرة بعد كده بتتلوث. لو إنسان اتولد على الفطرة وأهله ودوه الكنيسة أهو بقى اتنصر. ولو واحد اتولد، وكلنا بنتولد على الإسلام، وأهله ودوه مثلا المعبد اليهودي، خلاص بقى يهودي. المسلم بقى اللي هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لو فطرته اتلوثت، وانا هقول لكم ازاي هيحصل بعد كده ان احنا هننتج شخص حاسد. طب ازاي فطرته تتلوث؟ هو مولود على الاسلام، والمفروض ان الطفل بيبقى مولود قلبه كله نقاء وبياض. دي الفطرة الجميلة بتاعت ربنا. ويعني ايه فطرة؟ يعني سيستم جواك داخلي من الاله. ده هدية على فكرة من الاله. بيعرفك الصح والغلط، بيخليك تحس لما تعمل غلط، بيخليك تتضايق من نفسك لما ترتكب ذنب. فبيحصل ايه بقى عشان الانسان ده يتحول يبقى حاسد؟ هو اصلا فطرته حلوة. اول حاجة بنقول فيه جزء وراثي. تكون حد في العيلة من الناس اللي عندهم في شخصيتهم صفات كريهة، صفات وحشة. ففي جزء وراثي. الجزء التاني وده الأكبر بقى، عشان بس ما نحطش على الوراثة دايما ونقول أصل وارث عن أهله. لا لا لا. الوراثة يا جماعة على فكرة 10%، وال90% هي التربية. عشان كده بنخلي بالنا قوي من موضوع التربية، لأنها بجد بتفرق. فالشخص عشان يطلع حاسد بعد ما كانت فطرته حلوة، بيتربى في بيئة كلها مقارنات، كلها ضغط نفسي. فتيجي الأم للأسف الشديد وهي لا تشعر تبدأ تقارن ما بينه وما بين اخواته. هو اخوك عمل كذا وانت يعني ناقص ايد ولا رجل عشان تبقى زيه. اخوك دخل مثلا الحاجة الفلانية، هو انت مش زيه ليه؟ اخوك جاب الدرجات النهائية، اشمعنى انت مش زيه؟ وتبدأ المقارنات ما بينه وما بين اخواته او ولاد عمه او ولاد خاله او حد في جارهم. المهم ان في طول الوقت مقارنات وهو صغير. في طفل بي بينقي فطرته دايما، فلما تحصل مقارنات ما بينه وما بين حد يقعد يقول لنفسه: بس انا الحمد لله بشتغل على نفسي، او انا بحاول ان انا اجتهد، والله يا ماما انا بذاكر، والله يا ماما هفرحك قريب. يعني ده اللي بتبقى فطرته حلوة وفي نفس الوقت جيناته سليمة. اما الشخص اللي بيبقى عنده بقى الجينات السيئة شوية، ويبقى الجانب الشر شوية موجود، فتلاقيه بقى بيبدأ يتغاظ. شايفين يتغاظ دي؟ احنا كده هنشتغل على ايه دلوقتي؟ على القلب. فلما تحصل ما بينه وما بين ناس مقارنات، القلب بيتغاظ. دي أول درجة. بعد كده يبدأ يدخل جوه القلب الغيرة. فتلاقي الشخص ده، الطفل ده، لما بيدخل مثلا المدرسة بيتقارن تاني ما بينه وما بين صحابه. المدرسة تقول له صاحبك أحسن منك، هو بيعمل صح وانت لأ، احنا مش عاوزينك انت كذا. فيبدأ يتقارن ما بينه دايما. فيلاقي كمان ده أنا مش في البيت بس، ده أنا في البيت والمدرسة. تبدأ الغيرة تعلى، القلب بدأ يسخن. انا بقيت بغير ان هو احسن مني، فبدأت ابقى مش عاوزه يبقى احسن مني، فبدأت الغيرة تتحول لضغينة. كل ده بيحصل جوه القلب. بعد شوية احنا بنتكلم على الطفل بدأ يكبر، كان في ابتدائي، بقى في اعدادي، بقى في ثانوي. طول الوقت عينه على الحاجات اللي عند الناس، وبيتقارن دايما ما بينه وما بين الناس اللي حواليه. فهم الناس عودوه انهم يحطوا عينيهم على الحاجات اللي مش عنده. يعني بدل ما احنا نكلم الطفل ده وهو بيكبر ونقول له بس انت عندك حاجة كويسة اشتغل عليها، او انت احسن، او انت ان شاء الله تقدر تبقى زيهم، لا، احنا طول الوقت بنوصل له ان هو وحش، هو سيء، وهم احسن منه. فالقلب هنا بيتفاعل مع الكلام اللي بيسمعه.
مع الداخل جواه مش طيب، خلي بالكم. والدين بيضعف. يعني لو مامته بتعلمه الصلاة، هو ممكن يصلي بس ما بيبقاش حاسس خالص بأي حاجة، هو بيصلي وخلاص عشان مامته ما تضربوش. هو بيعمل مثلا أداء الدين ولكن عشان محدش يأذيه. لكن هو بيبقى قلبه بعيد قوي عن ربنا، وبعيد قوي عن إحساسه بالنعم اللي عنده. الشخص ده ما بيشوفش اي حاجه حلوه عنده، خلاص هو اتعود انه طول الوقت الناس بتعمل سبوت على الحاجات اللي هي ناقصاه، وهو كمان بيبدأ يبص على الحاجات اللي عند الناس اللي هو عاوزها تبقى عنده. فبعد ما بقى في غيرة، اتحولت لضغينة. بعد شوية الكلام ده بقى هو بيكبر، احنا بنتكلم عن طفل مثلا من تالتة ابتدائي ولا حاجة، وهو طالع بقى ايه لحد ثانوي كلية، لحد 30 و40 وكده 50 سنة، وهو بيكبر يعني. فالغيرة اتحولت لضغينة، وبعد كده الضغينة اتحولت لغل. احنا كل ده القلب عمال يولع ويسخن على الأشخاص اللي عندهم نعم مش عنده. بعد شوية برضو بالوقت وبالمعاملة وبمقارنة الناس، أو بأنه هو طول الوقت باصص على الحاجات اللي مش عنده، الغل يتحول لحقد. شايفين الدرجات؟ وبعد كده الحقد احنا قلنا ايه هو؟ ان انا مش عاوزك يبقى عندك حاجة، لا انا مش بتمنى لك الخير، انا مش عايزك تبقى كويس، ده الحقد. بعدها اعلى درجات الشر والسوء جوه القلب، وده من الامراض القلبية، انه الانسان يتحول لشخص حاسد من كتر ما القلب مولع نار ومتضايق وهيموت انه الشخص عنده حاجة ومش عندي. يبدأ القوة الداخلية بتاعته تتفعل للشر. القوة الداخلية نيته تبقى في ان الحاجة دي تروح من عنده، انها تضيع من عند الانسان اللي قدامه. تبقى قوات داخلية. خلي بالكم النفس ليها قوة ضخمة. القوة الداخلية عنده تبقى بتتحرك ناحية ان الحاجة دي تتنسف من عند الانسان اللي قدامه. ولا حول ولا قوة الا بالله. هتقولوا لي الموضوع ده ازاي؟ احنا مش فاهمينه. يعني ايه شخص من مجرد ما يشوف حاجة عند حد، حتى لو طول عمره بيتقارن ما بينه وعنده امراض قلبيه وكده، بس ايه اللي يخلي الحاجه اصلا تروح من عند الانسان اللي قدامه؟ دي كده عامله زي سحر، اكنه ماسك عصايه سحريه زي اللي بنشوفه في الكرتون، وبيقوم جاي ضاربها فبتتحول. لا، هقول لكم حاجه. الله سبحانه وتعالى خلق النفس البشريه ليها قوه، وخلق النيه باور للانسان. على فكره احنا في رمضان بنصوم بالنيه، مش بنصوم باجتهادنا وحلاوتنا. انت لازم تحط نية قبل صيام رمضان. ليه؟ لان هي النية دي اللي بتخليك تكمل رمضان بحره بشمسه بتعبه باجهاده. بس النية في انك حابب الخير، عاوز تعمل الفرض اللي عليك مع تقدير الله ليك، بتلاقي نفسك بتعمل الشيء. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، الخير اللي جوه الإنسان وقلبه النظيف وحبه لفعل الفرائض وفعل الخير، دي بتدي للإنسان قوة. فتلاقي مثلا، هديكم مثال بقى كويس وبعد كده نقول العكس. تلاقي مثلا الناس، في مننا ناس بيحبوا قوي الخير لبعض. يعني تلاقي مثلا حد يقول لك دي بتفضل معايا في المشوار لحد ما يعني انجزه. حد يقول لك ده والله العظيم بيساعدني، بيفضل زعلان عشاني ويتكلم معايا لحد ما يتأكد ان انا انجزت الامر. ايه اللي حاصل هنا للناس دي؟ الناس دي قلوبها نظيفة. نقاء القلب بيدي قوة عشان تبقوا فاهمين، بس بيدي قوة في الخير. فبيبقوا من كتر نواياهم الحسنة ونقاء قلوبهم وحبهم الداخلي لفعل الخيرات، عشان هم بيحبوا الإله وعاوزين ياخدوا منه الثواب والأجر ودخول الجنة. كل ده بيخليهم من جواهم طاقة تروح ايه تساعد الإنسان ده. دي حاجة. الحاجة التانية قدرات العقل. ما تستهونوش بالعقل البشري يا جماعة، قدراتكم رهيبة أقسم بالله، بس احنا دايما عايزين نفعلها في الخير. انت ساعات تبقى قاعد وتقول ايه،
انا جه على بالي فلان ده وحشني، تلاقيه هو بيتصل بيك. طيب ايه اللي حصل هنا؟ حصل اكنك عملت اتصال عقلي عن طريق الذبذبات بتاعة الكون ما بينك وما بينه. احنا لما بنمسك موبايل بنكلم حد، هو حضرتك ازاي انا مثلا في مصر وانت في امريكا بتمسك الموبايل واتصل بيا بيجيني في نفس اللحظة؟ ايه اللي حصل؟ في آه، موجات كهرومغناطيسية مشت في الجو، انت ما شفتهاش، بس هي مشت مسافات ضخمة جدا بس في ثانية. هو اتصل الساعة 3 وتلت، الساعة 3 وتلت جالي الاتصال. يبقى اذا انا لما هكلمك عن قدرات العقل انت هتفهمني ليه، لانه اوريدي ده بيحصل بس في التليفون. فلما اجي اقول لك ان مخك بالظبط جهاز لاسلكي، ايوه، كل عقل بشري هو جهاز لاسلكي ما بينه وما بين عقل بشري تاني. حضرتك لما بيجي على دماغك الفكرة او الشخص، بيحصل ان تردداتك بتتغير وبتبدأ ترسل ذبذبات لدماغ الشخص الفلاني ده. عشان كده في ناس كتير قوي تقولك انا اول ما جه على بالي لقيته بيبعت لي رسالة، انا اول ما فكرت فيه لقيته بيكلمني، وهكذا. فده حتى في ناس، بعض الناس بتقول عليه التخاطر، ولكن التخاطر قصة تانية، ده بقى لازم تركز عشان تبعت رسائل معينة وحاجات تانية. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على ترددات العقل البشري. فشايفين قوى الإنسان ده لما يكون الإنسان جواه خير وفطرته ما تلوثتش، فطرته نقية، وبيخاف ربنا وبيعرف نفسه دايما طول الوقت، يقول ايه، لا 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 انا خاف ربنا، لا انا ما اعملش كده عشان ربنا يزعل مني، لا استغفر الله العظيم، بيستغفر كتير، بينقي قلبه. على فكرة الفطرة طول ما احنا عايشين بيحصل لها غصب عننا تلوث من الذنوب، من المناظر، من حاجة عملناها غلط، من أخطائنا، من كلامنا على بعض، أي حاجة. للأسف الشديد يعني المجتمع واليوم بياخدنا واحنا والشيطان بيضحك علينا، احنا مش بنبقى مدركين لده. ولكن في ناس كتير جدا، ودي الناس الخيرة، تلاقيها دايما اللي هي ربنا قال عليها ايه، حتى إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا الله. فدايما تقول لك ايه، انا عملت كذا هستغفر الله العظيم، انا هستغفر، ودي الناس كويسه. او مثلا حصل لي ركعتين توبه عشان انا حاسس ان انا بقالي فتره ما توبتش لربنا. او انه الانسان كل فتره مثلا اللي بيعملوا عمره، اللي بي يقيموا الليل، وهكذا. المهم ان انت طول الوقت بتفكر قلبك بالله، فبتنقي الفطره الداخليه، بتنظف قلبك اكنك اديت قلبك شاور كده، غسلته كده بالكلور فنظفته، فيفضل الانسان القوه بتاعته جميله نقيه قويه. تبقي عايزة تعملي حاجة لحد وتساعديه، تلاقي نفسك عندك كده يعني فولت عالي عشان تساعدي الناس. آه، فالناس اللي هي قلوبها نقية دي احنا بنشوفها حوالينا، بنبقى مبسوطين بيهم وحاسين ان هم عندهم باور وطاقة عالية جدا لفعل الخير. نفس القصة دي بس اعملها العكس بقى، يعني نفس القوة بس استعملت في الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالناس اللي قلوبها سودة بقى، اللي هم عاشوا الدرجات اللي احنا قلنا عليها لحد ما قلبهم ولع نار وبقى حاسد من كتر تمنيه لزوال نعمة الغير، ممكن مجرد من غير ما يشوفها، على فكرة هو قاعد في بيته بس جاله تليفون ان صاحبنا ده هيسافر العمرة، وليه هو يسافر، تتلغي العمرة. واحدة مثلا سمعت ان صاحبتها جالها عريس، وهي تتجوز قبلي ليه، وليه جالها هي وما يشوفنيش تلاقي القصة اتقفلت. العريس يعني حصل له حاجة، راح ما رجعش، او اي شيء من ده. حتى في ناس تقولك انا حاسس ان انا محسود، او حاسس ان في حاجة موقفة لي حياتي. الحساد بيوقفوا للناس حياتها للأسف الشديد، ولكن كله بقدر الله طبعا. شايفين داخل الحاسد عامل ازاي؟ قلبه مولع ازاي، النار الداخلية عاملة ازاي، شايفين القوة البشرية اللي عنده عن طريق العقل والقلب، بدل ما يفعلها في الخير فعلها في الشر ازاي. للأسف الشديد هي في الآخر قوة للبشر، ولكن أنا ممكن القوة دي أستعملها في حاجة كويسة، لا هم بيستعملوها في الشر. الحساد يعني أول حاجة بيجنوها
من حياتهم ان هم ما بيعرفوش يعيشوا. هم بيدمروا حياة غيرهم، بس هم نفسهم بيبقوا مش عارفين يعيشوا. بيجي لهم اضطرابات قلق ونوم. آه بيبقى طول الوقت على وضع الاستنفار والطوارئ، لانه قلبه بيغلي طول الوقت. تعبان على طول. الناس دي يا جماعة ممكن يكون بيذكر الله وبيصلي وبيعمل عمرة وحج وكله، ولكن لزيادة الحسنات على الفاضي. هو مش حاسس ولا قلبه يعني عايش الخوف من الله، وإلا كان وقف حسد. ولكن هم بيعملوا بعض الأجور ممكن مراءة عشان يراءوا الناس، يعني الناس تقول عليهم ان هو خير وبيعمل خلي، لكن هو للأسف الشديد من جواه لا يتمنى أي خير لأي حد، وعايز النعم تجيله هو بس. شفتوا بقى ان لكل نفس قدرات وإمكانيات وقوة قلبية وقوة عقلية. الإنسان الإنسان البشري عنده من القوى ما لا يعلمه. صدقوني والله احنا عايشين ب2% أو 3% بس من قدراتنا، اللي هي اتعودنا عليها وتربينا عليها. لكن كل ما هتكتشف في نفسك انت هتلاقي عندك حاجات رهيبة ضخمة رائعة انت في غفلة عنها. ولكن للأسف الناس اللي اتربت على الغيرة والغل والأحقاد بيستعملوا القدرات والقوى القلبية دي، ولكن في الأذى والشر. آه عشان كده احنا قلنا أول حاجة بيعاني منها، وده بقى عقاب الحاسد، ان هو ما بيعرفش ينام، وبيبقى طول الوقت قلبه بيولع، متغاص، متضايق، مش مبسوط. الفرحة مش بتيجي في حياته، حتى لو ربنا كرمه بكل النعم بتلاقيه برضو مش فرحان ومش عارف يعيش سعيد. العقاب اللي في الآخرة، أولا الحسد والعين من الكبائر والذنوب القلبية، بتاكل الحسنات كما في الحديث أن إياكم والحسد فإنها تأكل الحسنات كما يأكل النار الحطب. فيجي يوم القيامة الحاسد عنده جبال من الحسنات، وعشان كده قلت لكم هو بيعمل عمرة وحج والحاجات دي، ولكن للأسف كلها بتطير الحسنات دي، ويلاقي نفسه ما عندوش حسنة واحدة تدخله الجنة. والحسنات دي بتطير وبتروح لمين؟ بتروح للناس اللي حسدهم وأذاهم في حياته. طيب لو جينا نتكلم عن الحاسد عامل ازاي. شخص ضعيف بيقينه بالله. ليه؟ لأنه هو شايف إن الحاجة اللي عند غيره مش هتجيله، مع إنه لو فكر شوية وحس ب... بقوة الله في حياته، هيعرف إنه أي حاجة عند أي حد هو لو بس فكر فيها هتجيله. هو لو طلب من ربنا هتجيله. يعني أنا دلوقتي مثلا عرفت انه فلان الفلاني عنده النعمة الفلانية وانا نفسي فيها، بدل ما افكر في الشخص ده ونعمته، لا، انا اطلب من الاله. دي بقى هنا قوة اليقين بالله. هو مش الاله اللي ادى لصاحبتي السلسلة، انا كمان يا رب عاوزة مثلا حاجة ذهب منك انت يا رب. انا يا جماعة دايما بقول الاله هو صاحب الذهب، صاحب العربيات، وصاحب العرسان، وصاحب البيوت والاملاك والعقارات والاراضي كل حاجة، كل حاجة. اللي نفسها في شنطة تسأل الله، اللي نفسه في عربية يسأل الله، اللي هتموت وتتجوز تسأل الله على زوج، اللي نفسه ربنا يهديله زوجته يسأل الله. عشان كده رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا في حديث رائع جدا. كان بيكلم صحابي، وكان الصحابي ده صغير مش كبير، وقال له احفظوها بقى وقولوا ورايا: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. دي مهمة قوي يا جماعة. أنا وقفت عندها شوية والله. إحنا كتير بنبقى عايزين حاجات بنسأل البشر. أنا عايز مثلا شقة، أروح أسأل الناس. طب ما اسال الله الاول وبعدين اخد بالاسباب بقى. يعني دايما خلي راسك تترفع لفوق.
ما تروحش اليمين ولا شمال. خدوا بقى مني، يعني انا هثبت كده كلمات تساعدنا على اننا نفتكر، نعمل ايه ربط ببرمجة جوه المخ. اما ابقى عاوز حاجة والحاجة دي تيجي في نفسي، اسأل الله على طول. بص راسي تترفع لفوق. مين اللي فوق؟ الرحمن على العرش استوى. فبص فوق كده، اسأل الرحمن اللي استوى على العرش فوق 7 سماوات، اقول له يا رب انا عايزة كذا، انا اشتهيت كذا، انا نفسي في كذا، انا هموت على كذا، انا بحب كذا. اطلبوا اي حاجة من الاله، عنده خزائن لا تنفذ، اذا اخذ منها العالم كله تجدد مرة ثانية. ما بتقلش هي، خزائن ما بتقلش من طلبات العباد. فاطلبوا من العظيم الملك. فابص فوق كده واطلب من الاله، بدل ما ابص يمين وشمال على الناس واقول فلان فلاني عنده اشمعنى هو عنده وانا لا، او اقول فلانه الفلانيه عندها كذا انا عايزه زيها. لا، انا اقول لربنا اديني يا صاحب الاملاك، يا صاحب الارزاق، يا صاحب الفضل، يا صاحب الملك، اديني يا رب. فيعطيني الاله وايه، والشخص اللي عنده تفضل الحاجه عنده ما اذيهوش. لان انا لما اذيته انا اللي خدت ايه، انا اللي خدت الذنب، وانا اللي في الاخر هعيط. لان دي كبائر يا جماعه، الكبائر يعني حسابها عظيم عند الاله. طيب، فهو اول حاجه ضعيف باليقين بالله، وما عندوش ايمان كمان بقضاء الله وقدره، لانه ربنا لما بيمنع عننا شيء ده بيبقى قدر الله في حياتنا. هو احنا عايشين الدنيا ليه؟ حد كان بيقول قدامي هو انا ليه بيحصل لي كده؟ طب ما هو فيها ايه بقى لو كانت الدنيا جميله ويجي لي اب كويس وام كويسه وولادي يبقوا رائعين؟ قلت لها ما نعيش في الجنه. اما الدنيا كلها رائعه، طب ما احنا قاعدين في الدنيا ليه؟ ما تبقى جنه بقى خلاص. ما هو ليه ربنا خلق دنيا وخلق اخره ليه؟ اكيد في فرق بينهم، والا الله سبحانه وتعالى كان جعلها الاخره على طول. فلما اقول لنفسي وليه بيحصل لي وليه لا، هي كلها الحكم، والدنيا كلها اختبارات وتحديات احنا بنعيشها. احنا مش بنموت من التحدي، احنا بنتعلم من التحدي، احنا بنفهم ويبقى عندنا وعي من التحدي. فهو ما عندوش ايمان بقضاء الله وقدره. وخلي بالكوا ده من اصل الايمان. لما قالوا ما هو الاسلام، ان تسلم لله، و... وما هو الايمان، ان تؤمن بقضاء الله وقدره، وتؤمن بالملائكة والانبياء وهكذا. فدي عقيدة للاسف الشديد رايحة خالص عند الانسان الحاسد. بيفضل طول الوقت يقارن بين الناس، ما بيستمتعش باللحظة، ما بيستمتعش بالحياة اللي هو عايشها. يعني هو حتى لو راح اشترى بيت مثلا، أول حاجة هيقارن ما بين بيته وبيت الشخص اللي في وشه. يعني حتى إحساسه إنه اشترى بيت مش هيفرحه. الدوبامين عنده مش بيجي خالص للأسف الشديد. فبيقعد يقارن طول الوقت، فبيتألم، فبيتضايق، فبيتغل، فبنرجع تاني لنفس الدايرة اللي هو عايش فيها. بيشعر بالنقص دائما. مش عارف حاجة عن نفسه على فكرة، لأنه للأسف لو اكتشف القدرات اللي هو بيعملها في الشر دي كان حولها للخير، وكان أخذ الثواب وحب الناس وحب الله، بدل ما هو في الآخر هيتولع فيه دنيا وآخرة. طبعا هو ما بيحبش نفسه، هو بيتخيل انه لما بيأذي البشر ويتمنى زوال النعمة عندهم ان هو كده بيحب نفسه. لا، هو لو حب نفسه كان رحمها من نار جهنم، ورحمها من الذل اللي هيشوفه لما حسناته كلها تطير قدامه وما يبقاش عنده ولا حسن. الحسنات بتتاكل يا جماعة بالحسد. الشخص اللي طول الوقت بيبص على نعم غيره، الحسنات بتتاكل. لو عندك صليت العشاء والمغرب وصمت 10 أيام كلهم راحوا فحسد حسدتها لحد. فللأسف الشديد بيبقى تعبه في الدين على الفاضي، أداؤه للعبادات على الفاضي. الحاسد والعائن اللي هو صاحب العين طول الوقت بيعيشوا مهمومين متنكدين، صدرهم ضيق، بيحس دايما باختناق وضيق صدر، وبيتولع فيهم آه، في الآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نيجي بقى للمحسود. الشخص اللي بيتحسد أو بيناله الأذى من الحاسد، أول حاجة هو شخص ضعيف داخليا. دي مهمة قوي بقى، خلي بالك.
العين حق، والحسد مذكور في القرآن، ولكن ربنا جعل لنا الإنسان يحصن نفسه من الداخل ومن الخارج. طيب، من الخارج عارفينها وهنقولها دلوقتي. يعني ايه حاصن نفسي من الخارج؟ اللي هي الوصايا اللي قالها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في أذكار الصباح والمساء، آية الكرسي. بس خلي بالنا واحنا بنقول، احنا قلبنا وعقلنا مع الكلام اللي بنقوله، ده كلام الله، أعظم كلام. مش هقول وانا مش عارف وانا مش حاسس وانا مش فاهم، لا. فأول حاجة آية الكرسي، الفاتحة بنية الاستشفاء، سورة الفلق والناس، وقل هو الله أحد، سورة الإخلاص، كل واحدة فيهم 3 مرات. في أدعية مخصصة للحسد والعين، زي مثلا بسم الله، بسم الله الذي لا يضر. سامعين؟ أنا عايزاكم تبقوا فاهمين الكلام، مش بتقولوا خلاص. احنا من كتر ما بقينا نقول كلام وخلاص ما بيعديش على قلبنا والله. عشان كده الأذكار بقينا بنقولها وبيحصل لنا مشاكل. لكن لما تقولها وقلبك مصحصح وانت عارف انت بتقول ايه، عمر ما هيطولك حاجة، لان ده تحصين من الاله. لكن في شرط ربنا حطه، ان القلب الا من اتى الله بقلب سليم. فلما نقول بسم الله الذي ايه، بسم الله، باسم مين؟ احنا بنسمي مين دلوقتي؟ الاله العظيم الذي. هيحصل ايه بقى؟ لا يضر مع اسمه. يبقى انا لما اقول اسمه خلاص مفيش حاجه هتتضر. لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ليه ختمها بالسميع العليم؟ عشان يذكرنا اللي أنا بقوله ده هو ربنا سمعه وعالم. فربنا عالم بالحاسد، وعالم بالعائن، الشخص اللي عينه وحشة، وعالم ان انا بقول دلوقتي الذكر بتاعه فبيحفظني. تنزل ملائكة من عند الله تحفظك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. لان انا هجيب اسطول من الملائكه، مش هجيب ملك واحد، انا هجيب البادي جاردز كلهم اللي عند ربنا، اللي هم البادي جاردز الاله الربانيين، يجوا يحفظوني. فده من ضمن الاحاديث بيتقال 3 مرات صباحا ومساء، لما تكون انت عارف انك رايح لحد عينه مش كويسه او حد ما بيحبلكش الخير او كده. في الدعاء التاني، اعوذ بكلمات الله التامات. لما ربنا يقول لك تامات تبقى تامات. يعني أعوذ بكلمات الله، كلمات الله اللي هي إيه؟ سواء قرآن سواء ذكر، دي كلمات الله. لما ربنا يقول التامات، حضرتك تقول لنفسك هي تامات، خلاص تمت، تمت حفظها ليك من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آه دي الأذكار، وكل ذكر الله جميل، اللي بتخلينا نتحصن من الخارج. امال انا بتحصن من الداخل بايه بقى؟ اه، قالك بقوة تفعيل اليقين في القلب. فحضرتك الشخص اللي بيتحسد للأسف تيجي تكلمه تلاقي اليقين بتاعه واقع. تيجي تقول له لا بس ربنا ان شاء الله يحفظها، ايوه ايوه، بس هو من جوه ضعيف. يا جماعة الضعف والقوة الداخليين مهمين قوي تعرفوا عنهم بجد، وده اللي انا بشتغله اغلب جلساتي، ان انا بحاول اقوي يقين الناس بالله. الانسان ممكن يكون بيصلي ويصوم ويطلع صدقات وانسان خير جدا، بس تلاقيه من جوه ضعيف. بيتوتر بسرعة، بيقلق بسرعة، أعصابه بتبوظ بسرعة. لو حاجة هتحصل له تقول له ما تقلقش ربنا معاك، لا لا بس ازاي وبتاع، وتلاقيه متوتر. ده كده اعرف ان يقينه ضعيف بالله. لو الإنسان يقينه قوي بيبقى واقف جبل، ما بيهزهوش حاجة، وتلاقيه دايما عارف ان ربنا هيحلها، عنده يقين ضخم ان ربنا قدها، عنده يقين ضخم ان ربنا هيساعده. فلما نقول له ربنا يقول لك طبعا، ده هو الإله، ده هو الحافظ، ده انا ماليش غيره، انا عارف انه هينقذني، انا متأكد انه هينجدني. وانا بتحصن من الخارج بكلام الله، انا بنزل اسطول من الملائكه. يا جماعه انتوا مش متخيلين، انتوا لو ربنا كشف عننا الحجاب وشوفنا الملائكه، الملك الواحد جناحه بيسد الافق. انتوا متخيلين؟ عارفين يعني ايه يسد الافق؟ السماء اللي احنا مش عارفين اولها من اخرها دي، ملك واحد بيسدها، ما بالكوا بالملائكه.
لما ينزل لك جمع من الملائكة لمجرد انك ذكرت الله وقلت التحصينات بتاعتك. فلازم من جوه بقى تبقى قوي. فانا لما ببقى مثلا هقابل حد انا عارفة ان هو يعني ممكن يكون مش كويس، او لازم اتعامل معاه وهو حصل منه قبل كده حاجة، خلاص انا بقوى عليه بالله، ببقى من جوايا متأكدة ان ربنا هيحميني، ومن بره بقول كل التحصينات بتاعتي، فالله سبحانه وتعالى يتم نعمته علي وفعلا اتحصن من عينه. ولكن انا بدعوكم انكم تبعدوا عن الناس اللي هي الحاسدة او الحاقدة او اللي عينيها وحشة. دوروا على الناس دي، اعرفوا هما مين يعني. احنا بنبقى عارفين على فكرة، لو في مواقف حصلت دايما ركز هو آه، آخر مرة كنت مع مين، الموقف ده حصل بعد ما قلت لمين. ويا ريت يا ريت تسمعوا كلام رسولكم صلى الله عليه وسلم لما قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ما تقولش انا اشتريت كذا، ولا جبت كذا، ولا رايح الساحل الاسبوع الجاي، ولا اصل اشتريت عربية من فترة، ولا اصل انا هسافر مع زوجي الامارات، اصل انا مش عارفة امبارح كنا بنتغدى في المطعم الفلاني. بلاش تقولوا يا جماعة. الفيسبوك والسوشيال ميديا اللي بقينا بننشر عليها كل حاجة، واكننا لازم نعرف الناس ان احنا شربنا من شوية نوتيلا، وقعدنا في الكافيه الفلاني، وامبارح كنا بنصيف في كذا، وبعد بكرة رايحين هخرج مع اولادي في كذا، ومش عارفة انا دلوقتي في شيراتون كذا. لا، الناس تعرف ليه؟ الناس مش هتعمل غير ان هي يا اما هتتمنى لك الخير وتفرح لك، بس هتقول اشمعنى، يا اما حد فيهم هيبقى حاقد او حسود فهيستكتر عليك النعمة ويأذيك، وتلاقي نفسك رجعت من الخروجه او من الفسحة تعبان ومهدود ومتألم، وتقول انا مش عارف بيحصل لي ليه كده. لا، عشان حضرتك بتنشر معلوماتك، واحنا مأمورين في الدين ان احنا نخبي معلوماتنا. يعني خبوا على قد ما تقدروا، ما تعرفوش حد. الامور اللي لازم تتعرف تتعرف في حدود المعقول، وتبقى على قد الناس اللي بتحبوها بس. واي حد في حياتك حسيت انه حاسد او حاقد او صاحب عين او مش بيتمنى لك الخير، حضرتك ابعد، اعمل بلوكات. ما تتعاملش معاه غير في اضيق الحدود. لو حد من اهلك خلاص يبقى على قد البر فقط، على قد المكالمة اللي هي ازيك عامل ايه ويا رب تكون بخير وبس. ما تدوش معلومات، ولما حد يسألكوا في تفاصيل حياتكم اتحججوا ان انتوا مشغولين. طب معلش هقفل معاك، طب معلش مش دلوقتي، طب انا مشغول، طب كذا، الحمد لله، زي العادي. خلي جملك عادية. بلاش تقول ده حصل وخلى وكذا، لا. بلاش تعرفوا الناس معلومات عنكم. انت لا تعلم الشر يجيلك منين. والناس اللي بتبقى دايما مورياكوا الوش الحلو والفرحة والانبساط ويا سلام وقولي واحكي وبتاع، دي ممكن اكتر ناس بتوقعكوا في الكلام علشان يعني تأذيكم، حتى لو تأذيكم نفسيا. فأتمنى انه المحسودين يفوقوا بقى معايا، ويكون سبب السيشن دي ان احنا نبدأ نركز مين. اقعد كده فكر مين، لو حد بتحلم بيه كتير اعرف ان هو ده. بتحلم بيه احلام مش كويسه يعني، او بيعمل معاك حاجه مش كويسه في الحلم، اعرف ان ربنا بيعرفك اهو هو ده. ابعد عنه بقى. لو حد انت فعلا كل ما تتقابل معاه وتمشي تلاقي حاجه حصلت لا قدر الله، اعرف ان هو ده. بنقعد يعني تحصل لنا مصايب كتير قوي سنين ونقول في الاخر ياه هو كان هو ده. لا، حضرتك من اول مره المفروض تعرف. هو ربنا مش هينزل لك سيدنا جبريل عشان يقولك. وربنا على فكره يا جماعه بيورينا اشارات واحنا اللي بنتجاهلها. ابوس ايديكم ركزوا في اشارات الله. بتبقى لسه مكلم الشخص وتمشي لا قدر الله تحصل حاجه، اعرف بقى ان هو الشخص ده على طول. اقعد فكر، قول مين قابلته النهارده، مين كلمته، مين اخر حد لما قلت له. والجمل على فكره بتاعتهم بتبان. في حد في وشك بيقول، زي الست اللي كانت شايفه واحد جه من الامارات واتجوز على طول، وقامت قايله لامه هو ابنك ده ايه، هو اتجوز ومعاه فلوس عارفه ايه، الولد مات يا عيني يوم الفرح. اهو دي عين، هي شافت الولد واديته العين تمام. في ناس بتقول في وشنا كده على فكرة، ايه كل ده، هو انت معاك كذا، هو انت ايه كل اللي عندك ده، بيقولوها لك كده، هو انت ايه ما بتهمديش كل اسبوع عريس. الجمل دي على فكرة في بنات بتسمعها.
وانا بيجي لي في السيشن، انا مش عايزه اقول لكم الجمل اللي بتتقال بقى اقسم بالله ببقى عايزه اقوم امسك رشاش واقعد اضرب الناس الحسوده دي. يعني بسمع جمل ضخمه جدا وصعبه جدا، وللاسف الشديد بيبقى بسببها خراب البيوت. تبقى الست كويسه مع زوجها واولادها، تروح مثلا عند مرات اخوها او عند جارتها لمجرد ان هي شافتهم كويسين تقوم قايله لها جمله، الست ترجع تقول لي لا جوزي طايقني ولا انا طايقه البيت والولاد بقوا زي الزفت وكلنا عايزين نولع في بعض. شايفين الحاسد بيعمل فيكوا ايه؟ شايفين قوى الشر الداخلية بتبقى عاملة ازاي؟ لو سمحتم حصنوا نفسكم، حصنوا بيوتكم. سورة البقرة تتولع، ما تقوليش انا بولع قرآن، ما هو القرآن على راسي من فوق، ولكن سورة البقرة لازم تشتغل كاملة. القرآن لما بيتولع في تلفزيون بيبقى مقطع، ممكن يجيب لك جزء من آيتين من هنا، 5 آيات من هنا، حزب من هنا. لا، أنا عايزة سورة البقرة كاملة تتشغل في البيت بصوت عالي، الأركان تسمعها. آه، تتشغل لمدة 7 أيام، ويا سلام لو شغلتها كل يوم خلاص يبقى يعني تعود. في الرقية الشرعية، أنا سمعت رقية شرعية للشيخ أحمد بن علي العجمي رهيب. آه، يعني رقيته قوية جدا. أرجو برضو الناس تشغلها برضو كاملة، لازم تشتغل من أولها لآخرها. أخيرا، آه، اقوا، الناس اللي الضعفاء يقوا بالله. قوة الله ضخمة يا جماعة، وقدراته فوق ما تتخيلوا، وعنده جنود تنزل لحضرتك في أي وقت في أي لحظة وتسوي كل شيء كنت ممكن تحبه. انتوا بس خلوا عندكم يعني يقين وتصديق لقدرات الله، وحبوا الله وخليكم في جنبه، في جنب الله. التحصينات ما تنسوهاش، القرآن عشان يعمل معاك مفعول لازم تبقى متأكد ومصدق فيه، ومصدق في كلام الله. الناس اللي بتعمل رقية شرعية دي من الناس اللي لازم تكون قلوبها بيضة ونقية وبتحب الخير، وعندهم القوة الداخلية الجميلة اللي قلنا عليها في الأول، وبيكونوا بيقرأوا القرآن بالتجويد بصيغة صحيحة. فممكن لو حد فعلا تعرف عنه ده، ممكن يرقيك أو يرقي البيت عندك. المية بالملح لما بنرشها في الأركان، نقرأ عليها قرآن ونرشها على الجدران، ما ترشهاش في الأرض، بترشها على الجدران، دي مهمة جدا برضو. الملح عموما معروف انه بيسحب الطاقة السلبية من اي مكان، عشان كده ربنا جعل لنا البحار اكبر من المحيطات. البحار دي مياه مالحة، نقعد قدامها بنحس ان احنا اتغسلنا. ليه؟ لان الملح بيسحب الطاقة السلبية من الجسد. فحاولوا على قد ما تقدروا تحطوا وانتوا بتاخدوا شاور ميه بملح، ويكون ملح بحري من العطار، مش الملح العادي ده، وترشوا اركان البيت وحيطانه بميه بملح، مقري عليها قرآن كل فترة. البقرة، سورة البقرة دايما تشتغل في البيت. خلي لسانكو دايما ذاكر بالله، وعندك يقين وقوة انه ربنا حافظك، وانه الانسان ده مش هيأذيك، لانه كله في الاخر بقدر الله. واخر حاجة هقولها لكم للناس اللي اتحسدت او حصل لها يعني عين من حد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في يعني حادثة كانت حصلت بين صحابي، حد شافه واداله عين وجسده تعب جدا، فراحوا حكوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر الشخص إنه يغتسل أو يتوضأ، وياخدوا المية بتاعته ويعني يغسلوا بيها أو يصبوها على الشخص التعبان، فقام الصحابي بفضل الله وبقى كويس. آه اليوم ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا يقتل أحدكم صاحبه، يعني وصف العين بأنها أكنه بيقتله، لأن فعلا العين تدخل صاحبها القبر. الإنسان اللي عينه وحشة ممكن يوقع حد يموته لمجرد إنه استكتر عليه حاجة وهو شايفه. فبعد إذنكم، أنا ندائي للناس المحسودين إن هم يستحسنوا بالله سبحانه وتعالى ويقوا بقى، جاء الوقت إن احنا نقوى برب العالمين. والناس الحساد اللي بيسمعني، لو سمحت حول قوى الشر الداخلية اللي جواك لقوة خير، لأنك خاسر خاسر. لا منك جاتلك الحاجة اللي عند الإنسان اللي انت استكترتها عليه، ولا منك هتدخل الجنة بسبب حسدك وتمنيك زوال النعمة. بل بالعكس، انت هتبقى خاسر في الدنيا، الناس هتبعد عنك، لانك هتتعرف
وكلنا هنكرهك، وأنت بتعمل فعل من الكبائر التي قال عنها رسولي صلى الله عليه وسلم. وفي الآخرة هنقف كلنا نتفرج عليك، وجبال حسناتك الرهيبة اللي انت كنت قاعد في الدنيا عمال تعملها كلها بتتطاير وتروح للناس اللي انت أذيتهم، وانت هتبقى آه، يعني وحيد وذليل، وما عندكش حاجة تدخلك الجنة، ده غير غضب الله عليك انك فعلت شيء من عظام الذنوب. وفي الآخر لا انت عرفت تعيش كويس في الدنيا، ولا فرحت بالنعم اللي عندك، ولا حمدت الله على نعمه ورضيت بقدر الله، ولا في الآخر دخلت الجنة اللي كلنا نتمنى ان احنا ندخلها. فخلي بالكو يا حساد اللي بيسمعني، خلي بالكو، الأمر خطير جدا. نقوا قلوبكم يا جماعة، نظفوا قلوبكم على قد ما تقدروا. حتى احنا كلنا واي حد بيسمعني حتى لو كويس جواه حلو، حضرتك نقي قلبك كل فترة، استغفر الله كتير، والاستغفار يبقى بالغين مش بالخاء. استغفر، وانا بقول استغفر الله العظيم بحس بالكلام، بكرره، بستحضر ان انا بنقي قلبي وجسدي من اي فعل خاطئ، اتوب لربنا كل شوية، اعمل افعال خير. ودايما دايما لما الانسان يشوف حاجة عند حد يقول ما شاء الله، تبارك الله، او تبارك الرحمن، او اللهم بارك. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان رأيتم شيء فادعوا له بالبركة. بركة يعني هتزيد هتكتر، فخلاص كده انت طلعت بره